خبر وفاة دونالد ترامب راهو كترند رقم واحد في العالم منذ عدة أيام، واليوم نفهمكم الحقيقة الكاملة. الحكاية كامل بدات الثلاثة اللي فاتت وين اختفى رئيس أمريكا فجأة وما زادش كامل بان. هاد الحاجة ماشي كامل مع ويدو لأنه هو رئيس اللي يحب يبان يحب يهضر، وإلا ما شفناش في الإعلام راح يشوفوا الشعب تاعو في مواقع التواصل الاجتماعي في كل وقت. مباشرة بعد اختفائه بداو الناس يلاحظوا هاد الحاجة، وموراها صراو أحداث غريبة اللي زادت الطين بلة وخلت الأمر يولي ترند عالمي. أولهم آخر صورة ظهر فيها للإعلام وين كانت يدو زرقاء، وبعدها خرج البيت الابيض وقال بلي الرئيس راهو مريض وعنده قصور وريدي مزمن وهو سبب هذيك العلامه الزرقاء اللي راهيك في يده. بصح الحكايه ما خلصتش هنا، لانه في هذه المده تاع الاختفاء زاد خرج رئيس وزراء امريكا وقال بلي انا راني مستعد باش نتولى الرئاسه، لانه لو كان صح ترامب يكون مات الوزير الاول هو اللي راح يولي رئيس البلاد. وهذا الشيء زاد اثار الشكوك تاع الناس كتر وكتر وخلاهم يهضروا كتر وكتر، لانه كيفاش يخرج يدير تصريح كيما هذا في الوقت اللي الشعب كامل راهو يحوس وين راهو كالرئيس. والحكايه ما خلصتش هنا، لانه خرجت ليلى عبد اللطيف تاعهم اللي هي مراه خرجت وقالت لهم باللي شفت باللي ترامب راح يموت يوم 3 سبتمبر على 10، ما على باليش على 10 تاع الصباح ولا 10 تاع الليل. قالت لهم المهم راح يموت الساعه 10. وهذا الخبر زاد جاب آلاف وملايين المشاهدات وطرطق مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الوقت كامل البيت الابيض ما تفاعل مع حلمهم، بصح ترامب كان يحط تصاور في الحساب تاعو، والشعب ما كانش مآمن وقال انه هادو ذكاء اصطناعي وصور قديمه. والبارح زادت خرجت تصويره اخرى اللي زادت دارت ضجه اكبر واكبر، واللي هي المقارنه بين يد الملكه اليزابيث قبل ما تموت ويد ترامب، وقالوا باللي حتما عندها الحق وترامب راهو في طريق الموت. وهذا كامل زاد اثار الشكوك عند الناس. والمفاجأة الكبيرة اللي صارت هي انه اليوم صباح خرج لهم ترامب رايح يلعب الجولف مع ولادو في صورة جد عادية كأن شيئا لم يكن، وكأنه ما صارت عليه هذيك البلبلة كهاد الايام اللي فاتوا. الاخير بعد هذا التفاعل والضجة الكبيرة خبر وفاة ترامب ظهر اشاعة لا اكثر ولا اقل. تنسوش خلوا لي رايكم في الموضوع، ودوكا ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.